قصتنا النهاردة قصة حقيقية مؤثرة جدا، بتقولك إن في ناس حوالينا قادرين يصنعوا المستحيل بالرغم من ظروفهم القاسية جدا وحياتهم اللي عاشوها. What shall a man profit if he gains the whole world but hasn't impacted anyone while he's been there? My name is Freddie Figures, American inventor, president, and CEO of Figures Communication. قصتنا بدأت سنة 1989 لما طفل عمره يومين بس لقوه مرمي في مكب بنفايات في فلوريدا. الناس اتصلوا بالشرطة فورا ونقلوه المستشفى، وبعدها نقلوه لدار رعاية أو ملجأ. انتشرت الأخبار في البلد عن الطفل ده اللي لقوه في الزبالة، والكل بقى يقول عنه طفل القمامة، وكل ما الطفل ده يكبر يسمع كل الناس بتقول عنه كده. للأسف أمه كانت مدمنة مخدرات وخلفته من شخص بطريقة غير شرعية ورمته بعد كده في الزبالة. الناس حملته ذنب مش ذنبه، ولما قصته انتشرت في البلد كلها سمع بقصته راجل كبير عنده 50 سنة اسمه ناسان فيجرز، كان بيشتغل عامل صيانة. قرر انه يروح الملجأ ويتبناه، وبقى اسم الطفل ده فريدي فيجرز على اسم عائلة فيجرز اللي هي اتبنته. مرات الراجل ده كان اسمها بيدي، وكانت شغالة عاملة زراعية. الزوجين دول كانوا أسرة فقيرة. خدوا فريدي وودوه المدرسة، وللأسف لقى تنمر رهيب هناك. الكل بيقول عليه طفل القمامة، يا طفل القمامة يا طفل القمامة، ويضحكوا عليه ويسخروا منه. طفل صغير شايل العار من صغره، مع انه مختارش ابوه او امه وملوش ذنب. لو واحد في مكانه كان هيطلع معقد نفسيا طول حياته، وكانت هتجيله حالة نفسية وكره للناس للأبد. ولما هيكبر هيطلع يا إما مجرم وينتقم من كل الناس حواليه، أو يتعقد ويفكر ينتحر. حالته النفسية كانت متدمرة من صغره، ووالده بالتبني كان حاسس بيه، بس للأسف مش عارف يعمله حاجة. ولما وصل فريدي لعمر 9 سنين، والده بالتبني ربنا كرمه بفلوس، فراح اشترى لفريدي جهاز كمبيوتر قديم مستعمل من سوق الخردة. اشتراه للولد عشان ينسيه شوية كلام الناس الجارح ومعايرتهم ليه طول الوقت. فرح فريدي جدا بالجهاز ده، بالرغم انه كان جهاز قديم ومستعمل، يعني ما اعترضش زي اطفال تانية وانتقد انت جايب لي جهاز قديم اعمل بيه ايه، زي العيال اللي بتطلب من اهلها دلوقتي احدث جهاز او موبايل او عربية، او هاتلي زي زمايلي فلان وفلان. بالعكس، فريدي كان قنوع جدا وفرح بالجهاز، وفضل يعلم نفسه عليه ازاي يعمل عليه صيانة ويفرمطه وينزل عليه نسخة جديدة. والولد ده بقى عنده حب جدا للتكنولوجيا، واستغل الحب ده انه يطور من نفسه ويتعلم اكتر فيها وفي صيانة الكمبيوتر، لدرجة انه بقى يعمل صيانة للأجهزة في المدرسة بتاعته وهو عنده 12 سنة. مدير المدرسة بتاعته كان عمدة المدينة، واداله ترخيص صيانة لكل أجهزة الكمبيوتر في المدرسة، وكمان صيانة لأجهزة قاعة الاجتماعات في المدينة. وكمان بقى بارع في البرمجة، وعمل برنامج لفحص ضغط المية في المدينة. كل ده وهو عنده 12 أو 13 سنة بس. ولما وصل لسن 15 سنة ساب المدرسة، لأنه حس إن مش هو ده طموحه، إن يبقى مجرد عامل صيانة أجهزة وخلاص. لا، ده أسس شركة خاصة بيه. تخيل عنده لسه 15 سنة ويأسس شركة! لا، وكمان أسسها في كوخ في الحوش الخلفي لبيته، وبقى عنده 150 عميل بيعمل لهم صيانة للأجهزة بتاعتهم. وفي سنة 2005 وهو عنده 16 سنة عمل خدمة التخزين السحابي الخاص بيه، والموقع السحابي ده بقى يخزن عليه بيانات العملاء بتوعه، عشان لو عميل فقد بياناته يكون في نسخة تانية على الموقع. الموقع دي احنا على فكرة بنستخدمها دلوقتي في تخزين البيانات بتاعتنا. تخيل، هو أسس المواقع دي من حوالي 19 سنة وهو عنده لسه 16 سنة، والناس كانت بتثق فيه وتديله أجهزتهم ويخزنوا عنده بياناتهم، وده لأنهم حسوا إنه شخص أمين، عشان كده وثقوا فيه. وده كان من سر نجاحه. وده يبين لك إنك لو شخص أمين الناس هتثق فيك، وده هيكون سر من أسرار نجاحك. وفي سن 19 سنة أسس شركة للاتصالات اللاسلكية، وخد رخصة من الحكومة لتوفير الإنترنت للمناطق الريفية بشمال فلوريدا. ولما وصل لبداية العشرينات قابل اختبار صعب جدا، وهو إن والده بالتبني ناسان جاله مرض الزهايمر، وهو كان بيحب والده ده جدا. الزهايمر مرض صعب قوي، الشخص بيفقد فيه ذاكرته وبينسى اسمه واسم اللي حواليه وكل المعلومات. مرض بيمسح الذاكرة تماما. والد فريدي بالتبني كان بيخرج من البيت ما بيعرفش يرجع تاني، والكل يفضل يدور عليه لحد ما يلاقوه. وكانت دي مشكلة مقرقة عليهم حياتهم، وفي نفس الوقت مش هينفع يفضلوا حابسينه طول الوقت في البيت، لازم يخرج ويشوف الناس.
فريدي كان صعبان عليه جدا والده بالتبني، لأن هو اللي ساعده واتبناه وخده من الملجأ وعطف عليه، وكمان هو اللي شجعه ينجح في مجال التكنولوجيا. فريدي فضل يفكر يعمل ايه عشان يساعد والده ناسان، فاخترع جهاز تتبع اللي هو GPS، وحطه في نعل الحذاء بتاع والده عشان لو والده خرج واتأخر يعرفوا يوصلوله من خلال جهاز التتبع ده. الجهاز ده خلاه مليونير، لأن الجهاز ده مش بس هيفيد في حالات الزهايمر، لأ كمان لو حد اتخطف ممكن تعرف توصل لمكانه، أو حد اتسرق أو عربية اتسرقت ممكن تحدد مكانها وتوصل لها بكل سهولة. فجت شركة خدت منه براءة اختراع للجهاز ده ب2,100,000 دولار، وبقى فريدي أصغر مشغل اتصالات في الولايات المتحدة، وبقت الشركة بتاعته هي شركة الاتصالات الوحيدة المملوكة لأصحاب البشرة السمراء في الولايات المتحدة الأمريكية. شركته بقت بتصنع هواتف محمولة، وأول جهاز موبايل صنعته شركته كانت في 2014 اسمه فيجرز F1. الجهاز ده خد براءة اختراع للتشغيل على الوضع الآمن، يعني لو انت سايق عربيتك بسرعة أكبر من 10 أميال في الساعة، الموبايل ده بيمنع أصوات الرسائل أوتوماتيك عشان ما تنشغلش بيها وانت سايق وتعمل حادثة لا قدر الله. وعمل كمان مقياس للجلوكوز متصل بالإنترنت، وعمل كمان خدمات تأمين وبطاقات ائتمان، وعنده كمان شركة تكنولوجيا بتقدم خدمات صحية للمرضى اللي بيعانوا من أمراض مزمنة. فريدي بيعمل خير كتير، وعنده مؤسسة بتساعد كمان الأطفال والأسر الفقيرة. وصلت حجم ثروته وحجم شركاته لأكتر من 60 مليون دولار. الجميل إن فريدي نشر قصته في كل الصحف ووسائل الإعلام، ما اتكسفش ولا أخفى حقيقته ولا اهتم بكلام الناس. ولما سألوه انت ازاي قدرت تستحمل تنمر الناس عليك من صغرك وتكمل وتنجح وتوصل في الآخر للي وصلت له، قال إجابة جميلة قوي. قال أنا العيلة اللي ربتني واحتوتني ادتني كل الحب، وعمرهم ما حسسوني اني مش ابنهم. ده بيدينا رسالة اننا نهتم اكتر بالناس اللي بتحبنا، والناس اللي بتحبك هي اللي هتقف جنبك وهتدعمك، وشايفين كمان مميزاتك اكتر من عيوبك. عمر ما هتلاقي حد هيحبك ويعايرك ويقولك انت فاشل، حتى لو هو حاسس بده هيفضل وراك ينصحك لحد ما تطور من نفسك وتتغير وتنجح. سبحان الله، الراجل الفقير ده ادى للولد هدية بسيطة جدا، وهي جهاز مستعمل عشان بيحبه، فالهدية دي تتحول لمهنة تغير حياة الولد ده تماما، وحتى غيرت حياة العيلة اللي اتبنته وحياة ناس تانية كتير اشتغلت بعد كده في شركات الولد ده. فعلا اللي انت بتزرعه في انسان حتى لو مش ابنك بيتردلك كل ده بعد كده. يا ريت تحافظوا على الناس اللي بتحبكوا، واقطعوا علاقتكم بالناس اللي بينتقدوكوا طول الوقت وشايفينكم وحشين. يمكن يكون الفيديو ده موجه لشخص منكم بيسمعني دلوقتي ومش عارف قيمة نفسه، يكون الفيديو ده حافز ليه ويغير حياته للأفضل. People always hear the success stories, but they don't see the failures behind it. People will speak negative into your life. People say you can't do it, but never doubt yourself and believe in yourself. Don't let your circumstances define who you are. You know, it may be cloudy today, but tomorrow the sun will shine. أتمنى تكون عجبتكم قصة النهاردة، ومستنية رأيكم أكيد في التعليقات، وما تنسوش تشوفوا القصص اللي فاتت. ودمتم في أمان الله، مع السلامة.